بعد العملية ما بتكون تمت، إزاي بنقدر نقيم إن العملية نجحت؟ بص حضرتك، ده من اهم فوائد التقنيه الهجينه، لان انا عندي في اوضه العمليات جهاز قسطره او سي ارم بيشتغل اوعيه دمويه. فبعد ما اخلص العمليه وقبل ما بقفل وقبل ما العيان يخرج من اوضه العمليات بحقن صبغه وبشوف سريان الدم لغايه اخر نقطه في القدم اخبارها ايه. فتقييم العمليه بيكون وقتي. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، ساعات بيكون تقييم العمليه مرتبط بالفحص الكلينيكي اوريدي طبعا، بس بيكون اهم منه حاليا ان وانا قبل ما اقفل العيان باستخدام الصبغه او السي او 2 حسب حاله العيان بنقدر نقيم حاله العيان. طب من ضمن فوائد الهايبر تكنيك ان لازم يكون عندي في الاوضه جهاز دوبلر. وجود جهاز الدوبلر معايا بيخليني ان انا قادر اقيس قياسات الدم. يعني ايه بقيس؟ قياسات سرعه الدم في الاماكن اللي فيها المشكله، هل اتحسنت عن قبل العمليه ولا لا. بمعنى ان قبل العمليه بكون اخد قياسات معينه لسرعه الدم في المنطقه ديت، فبعد العمليه والعيان على ترابيزه العمليات وقبل ما اقرر ان هو يخرج من اوضه العمليات بقيس سرعه الدم تاني، لقيتها كويسه خلاص يبقى احنا كده كل شيء تمام، والعيان بيقدر يخرج وبقى انا خارج مطمن عليه لان عملنا تقييم شامل للحاله.